الأجيال في الأرض الكلايات إلى فوق بعض. شهيد ريبريتك وشينا مدى ساخن كفاري نابرين أرواحهم في سبيل حرية الوطن. تحية للشابات والشبان وحتى الأطفال الذين جاءوا اليوم للتجمع في هذه ساحة الحرية في الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن تضامنهم ومطالبهم بتطبيق حق العمل. منذ 2014 تم إدراج حق العمل وتطبيق، مع الأسف لم يتم تطبيقه بشكل جدي وفعال. نحن جميع المكونات الكردية والعربية والسريانية والأرمنية أصبحنا روحا واحدة بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، القائد الأموي الذي أنار الطريق لجميع الشعوب التي كانت تعيش الاضطهاد والظلم في السنوات الطويلة. اليوم باسم المرأة نطالب بتطبيق حق العمل. هذا مطلب، هذا حق وليس مطلب، حق شرعي يجب على المنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل بشكل مباشر وبشكل سريع لتطبيق حق العمل. هذه الخطوة التي بدأها القائد عبد الله أوجلان مبادرة السلام هو الشخص الوحيد الذي بدأ بتطبيق مبدأ السلام والديمقراطية. لذلك علينا جميعا أن نقف موقف واحد وصامد للمطالبة بتطبيق حق السلام، بتطبيق حق العمل. نحن جميعا يد واحدة، روحا واحدة، بفضل فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان. المرأة نالت حريتها وأخذت دورها بشكل فعال بفضل هذه الفلسفة والفكر التي انتشر في عموم الشرق الأوسط بل في العالم أجمع. لولا القائد نحن اليوم لا نقف هذه الوقفة في ساحة الحرية. علينا جميعا المطالبة بتطبيق حق العمل. بيغمان ريبرا بو بينجي ودصل جتمني خوا جعمري خوا جبو آزادية قالي كر جبو آزادية قالن جباقا روشهلاتا نابين فداكر ودوی برخدانیا خود اف 26 سال ده زندان امرالی ده برخود ده روش بروش جبو جیانی کی آزاد جبو فلسفه جیانا برومت